واقفين في الممر بتاع مجموعه السلطان برقوق. قلنا المجموعه تاني اللي اكتمل بناها في سنه كام؟ 788 هجري 1386 ميلادي. بعد ما تدخل من الباب في المدخل المنكسر ده بتلاقي التجويف ده. التجويف ده اسمه المزيره. المزيره اللي هي بتحط فيها ازيار الميه، اللي هي بتبرد الميه. احنا شفنا الناس اللي ماشيه في الشارع بتشرب منين؟ من السبيل. لكن اللي جوه بقى اللي هم الطلبه الدارسين اللي احنا قلنا ال 40 للمذهب الحنفي و20 و20 للمذهب المالكي وبتوع التفسير وبتوع الحديث، كل الطلبه دول والشيوخ والصوفيه، كل الناس اللي جوه المجموعه بتشرب منين؟ بتشرب من المزيره دي. كلمه مزيره جايه من ازيار الميه، بتحط فيها 5 ازيار ميه علشان تسقع الميه. هنا ليه بقى؟ ليه بيحط ازيار الميه هنا؟ شايفين الملقف ده؟ في ملقف هوا هنا مع ملقف هوا هنا مع الشباك ده، فده بيخلي المكان اللي هنا هو ابرد مكان في المؤسسه. وبالمناسبه كان في هنا كمان خشب خرط بالهواء السخن لما بيعدي منه بيبرد. فانت بتتكلم بقى ان في زيار ميه فخار مع التجويفات اللي احنا قلنا التجويف ده مع الهواء، دوره الهواء الكامله اللي بتحصل هنا مع الخشب الخرط ده كله بيخلي المكان ده اشبه بالثلاجه، هو الكولدير بتاع المكان، فلذلك اتعرفت بالمزيره.